السلام عليكم يا شباب، معاكم أسماء العسال وأهلا بكم في سنتكس إيديو. بعد ما اتعلمنا الحركة والإحداثيات في الإكس والواي، النهاردة هنتعلم بلوك الريبيت واللي هيخلينا نكتب كود أقل ونكرر الأوامر بسهولة. يلا بينا نبدأ. أول حاجة هبدأ إن أنا أضيف خلفية للستيج عشان المشروع يبقى شكله أحلى، وكمان نشوف حركة القطة بشكل أوضح. دلوقتي زي ما انتوا شايفين عندنا الستيج والقطة هيبدأ يتحرك عليه. خلونا نجرب نحركها كذا مرة ونشوف. وطبعا هنا هنروح على الايفنتس وهنسحب بلوك تنفيذ الأوامر اللي هو العلم الأخضر، وبعد كده هنروح على الموشن وهنسحب موف 10 ستيبس دي. طيب بعد كده هرجع أروح على الايفنتس وهسحب بلوك ويت نص سكند دي، وهرجع أروح على الموشن موف 10 ستيبس، هرجع أروح على الايفنتس وهنسحب بلوك ويت نص سكند، وهكرر برضو هسحب بلوك الموف 10 ستيبس وهرجع تاني على الايفنتس وهختار ويت 5 seconds وهرجع على الموشن وهكرر الخطوة برضو بتاعتي. خلونا نبسط الكود اللي عملناه ده. أول حاجة عند الضغط على العلم هيبدأ البرنامج يشتغل. تعالوا نشوف ايه اللي حصل. القط اتحرك 10 ستيبس وبعدين استنى نص ثانية، اتحرك 10 ستيبس، استنى نص ثانية. يعني أنا هنا عملت نفس الحركة أكتر من مرة، وكل مرة بكرر نفس البلوكين، موف وبعده ويت، موف وبعده ويت، يعني نفس الأوامر بتتكرر. طب لو كنت عايزة القط يتحرك 100 مرة، هفضل أكرر موف ويت موف ويت بالشكل ده؟ أكيد لأ. بص يا شباب، أنا هسيب الكود القديم زي ما هو، ودلوقتي هنروح على الايفنتس وهنختار وين جرين فلاج كليكد ده، وبعدين هرجع اخد بقى الامر بتاعنا اللي هو الريبيت، وانا هخلي المعامل بتاعه البارامتر زي ما قلنا قبل كده 4. لكن امر الريبيت لوحده مش هيعمل حاجة لانه مستني الاوامر اللي هتتكرر جواه. وانا هنا هروح على الموشن، قسم الموشن، وهقول له كرر لي واسحب بلوك موف 10 ستيبس ان هو يمشي 10 خطوات، وهرجع اروح على الايفنتس واقول له بعد ال10 خطوات استناني مثلا ثانية. خدوا بالكم مش هتتحط هنا، هتتحط تحت الموف هنا. الريبيت بيكرر اللي جواه، ودي ملحوظة مهمة لازم نعرفها يا شباب. دلوقتي الريبيت هيكرر الامرين دول مع بعض، الموف 10 ستيبس والويت 1 سكند دي، مع ان هو هيمشي هيعد 4 مرات. تعالوا كده نجرب ونشوف. نفذ الأمر معايا. تعالوا نجربها هنا كده مثلا ل6 ونضغط على العلم. نفذ نفس الأوامر. يبقى الريبيت هنا مهمته ايه يا شباب؟ مهمته ان هو بيوفر عليا الوقت، بيخلي الكود أسهل وأبسط في القراءة والتعديل. وبكده يا شباب خلصنا حلقة النهاردة. جربوا الريبيت بنفسكم، وأشوفكم في الحلقة الجاية مع بلوك جديد. ما تنسوش اللايك والسبسكرايب للقناة. باي باي.